مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة تصبح الغابات أكثر تعرضا للحرائق، ولتجنب هذه الحوادث اتخذت الإدارة الجهوية للحماية المدنية إجراءات وقائية عديدة يتحدث عنها المدير الجهوي للحماية المدنية بالكاف العقيد فتحي تواتي. بالنسبة لاستعدادات الحماية المدنية تقريبا ككل المواسم يتم تجهيز الإمكانيات نتاعنا خاصة لمجابهة حرائق الغابات ولا المزارع. الاستعداد كيف وتوفير الامكانيات من سيارات اسعاف ووسائل النجدة بالطرقات لتامين العطله الامنه، الزيارات الميدانيه للفضاءات، الاجراءات الوقائيه موجوده. احنا بدينا شرعنا فيها تقريبا منذ شهر افريل، اللي هي اولا القيام بحصص تحسيسيه لفائده الفلاحين، القيام بحصص تحسيسيه لفائده متساكني الغابات وحراس الغابات، وكذلك القيام بزيارات ميدانيه للمناطق الغابيه، اولا للتعرف على المسالك بالنسبه خاصه للاعوان اللي هم جدد وما يعرفوش المسالك. ومعارضه لمجهودات وحدات الحماية المدنية في التوقي من حرائق الغابات والتصدي لها، اتخذت دائرة الغابات بالكاف إجراءات عدة يوضحها رئيس دائرة الغابات بالكاف نور الدين الحسناوي. تم اتخاذ عدة إجراءات. أولا وقع تعزيز الولاية ب4 شاحنات إطفاء، سعة الشاحنة 600 لتر زيادة على الأسطول الموجود. بصفة عامة الأسطول في الكاف يتكون آلة ماسحة، آلة كاسحة، 2 شاحنات إطفاء 4000 لتر، 6 شاحنات إطفاء 600 لتر، سيقع توزيعها حسب خصوصية المنطقة. كذلك حصص استمرار من 1 مايو حسب قانون مجال الغابات تنتهي في 31 أكتوبر. تم اتخاذ جميع الاحتياطات، إن شاء الله سيكون صيف بدون حرائق. وإضافة إلى المجهودات التي تبذلها المصالح المعنية في حماية المساحات الغابية بالكاف من الحرائق، فإن دور المواطن يعتبر محوريا خاصة في الإبلاغ المبكر عن الحرائق وتجنب السلوكات المسببة لمثل هذه الحوادث.